أول ست تركب دقن وتعمل نفسها فرعون. في زمن كان الستات كلها قاعدة جوه القصور، طلعت واحدة وقالت أنا مش هقعد استنى، أنا هحكم البلد. دي حكاية الملكة حتشبسوت. والله الواحد بيحس بالفخر وهو بيتكلم عنها. حتشبسوت كانت بنت الملك تحتمس الأول، اتثقفت واتربت إنها ممكن تمسك الحكم، ولما أخوها اللي مش شقيقها بقى ملك اتجوزته، بس مش عن حب، ده تقوية لحكم العيلة. مات بعد كده تحتمس التاني جوزها وساب ابنه لسه طفل صغير، وكان مش ابنها، كان ابن زوجة تانية، وكل الناس قالوا نستنى لما يكبر، بس هي قالت ولا ثانية. لبست تاج الملوك وحطت دقن مستعارة وكتبت اسمها في المعابد كراجل، وقالت ان الآلهة بنفسها اختارتني. حتشبسوت لما مسكت البلد ما حكمتش، لا دي ابدعت. في عصرها مصر كانت بلد مستقرة بعيدة عن الحروب والنزاعات، كانت شايفة ان البناء والتجارة اهم من الحروب والنزاعات اللي شغلت ملوك قبلها وبعدها. مصر بقت مركز التجارة، ونظمت رحلة أسطورية لبلاد بون، جابت ذهب وبخور وخشب، غنى مش طبيعي، وبنت أعظم معبد لسه واقف لحد النهاردة، وهو الدير البحري، تحفة فنية محفور فيها اسمها، واحدة من أعظم حكام مصر، وقعدت في الحكم 22 سنة. بعد وفاتها ابن جوزها تحتمس الثالث مسح اسمها من كل مكان. ليه؟ غالبا حس بالغيرة، خاف ان التاريخ يفتكرها بأحسن منه، فابتدى يمسح اسمها من المعابد ويكسر تماثيلها وكأنها ما حكمتش، بس التاريخ بعد كده رجع لها حقها. دي كانت حكاية الملكة حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد وخدت مكانها في صفوف أعظم حكام التاريخ. ما تنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكايات تستاهل تتحكي.